النهاردة هنعمل تحلية سريعة جدا وحلوة جدا جدا وفوائدها كتير جدا. هو ميكس التمر مع الفول السوداني. يعني لو عندك اي طفل ما بيحبش التمر، بعد الفيديو ده او بعد الحلقة دي هيحبه جدا. ميكس رهيب وفعلا فوائده، يعني ندخل على جوجل كده ونشوف فوائده عظيمة. اول حاجة حضرت 500 جرام بلح، ودلوقتي هحط عليهم مية سخنة وهسيبه يطرى كده مع نفسه. ودلوقتي هحضر الفول السوداني. حضرت 150 جرام فول سوداني، ودلوقتي هديله ضربتين كده، ما خليتوش ناعم قوي. وطبعا المسألة دي نسبية، يعني لو انت عايزاه ناعم خالص براحتك. ودلوقتي هبتدي افصص التمر بتاعي نص كيلو، وطبعا هضرب شوية بشوية لان الكبة مش هتاخد كل الكمية. ودلوقتي خلاص ضربته، هحطه على الفول السوداني. الاضافات اللي انا حطيتها هو الهيل بس او الحبهان المطحون. الكميه دي ما كانتش مناسبه، انا حطيت معلقه صغيره، انا ما كانش عندي غيرها، فممكن نضيف نص معلقه كبيره. لو عايزين كمان تضيفوا قرفه ضيفوا قرفه. ودلوقتي حطيت المكون بتاعي في ورق زبده، وابتديت ان انا افرده كده بحيث ان انا لما اقطعه يكون كل قطعه قد التانية. ممكن نستغنى عن المرحلة دي خالص وناخد بالمعلقة كده ونشكل بايدينا اي شكل انتوا عايزينه، كورة زي الشكل اللي انا عاملاه، اي حاجة. ودلوقتي هاخد قطعة وابتدي اسويها من على الاطراف. وهنا حطيتها على ورق الزبدة وابتديت ان انا اضغط عليها. خدت قطعة وعملتها كورة، وبعد كده عملتها على شكل اسطواني، بعد كده ضغطت عليها بقت بالمنظر ده. ودلوقتي خدت كورة برضو تاني وابتديت ان انا اغطسها في السمسم، وعملت حفرة في النص كده، وعملت الاشكال الوردات دي. جبت 200 جرام شوكولاتة وحطيت عليهم معلقتين زيت وقلبتهم، وابتديت ان انا انزل كل الاشكال اللي عندي اغطسهم. وبعد كده بشوكة كده كبيرة ابتديت ان انا اصفي اي شوكولاتة فيها. بعد كده بس بحاول اسحبها باي سكينة او معلقة او اي حاجة. انا يعني حطيتها من غير ما، في الاول حطيتها من غير ما يعني ما اسحبها بمعلقة، ودلوقتي سحبتها بمعلقة. خلصوا معايا كل الاشكال. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم تاني في فيديوهات تاني. وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك شير لو عجبكم الفيديو، والسلام عليكم.